أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من الشارع المصري. إنه أسبوع الأزمات، أزمة سولار، أزمة بنزين، أزمة بوتاجاز، حمى قلعية، ألتراس أهلاوي، جمعية تأسيسية، أحكام محكمة دستورية. نحن في أسبوع الأزمات، وربما يكون هناك بعض ملامح الانفراج في بعضها، ولكن ما زلنا نراقب معكم ونتابع كيف تتعامل مصر مع كل هذه الأزمات. هل توقيت حدوث هذه الأزمات هو بمحض الصدفة، أم أن تجمع هذه الأزمات يضع علامة استفهام إذا كان هناك من يحاول تصدير هذه الأزمات والتحكم في الشعب المصري، أو إلهاء الشعب المصري بها في هذه المرحلة الحرجة التي ما زلنا نراقب فيها محاولات الترشح لرئاسة الجمهورية، وما بين إعلان عن أسماء مرشحة وأسماء منسحبة وأسماء ما زالت تترشح. والنهاردة كان هناك العفو الذي صدر من المجلس العسكري والسماح للدكتور أيمن نور بالترشح لانتخابات الرئاسة. فما زالت الأسماء تتوالى، وما زال موقف البعض غير محدد، وخصوصا بعد انسحاب السيد منصور حسن من سباق الترشح. على ذكر الأزمات يا منى، انت قلتي أزمات كتيرة قوي. احنا الحقيقة الأزمات دايما بنتكلم في برنامجنا عن الأزمات، ويمكن بيبرز على السطح وبقالنا حلقات كثيرة بنتكلم عنها، الجمعية التأسيسية للدستور وكل ذلك. والحقيقة انه يعني احنا بنتحدث دلوقتي عن الجمعية التأسيسية وعلى مصر رايحة على فين. لو تفتكروا حضراتكم احنا أولى حلقاتنا كانت بتحمل هذا العنوان، مصر رايحة على فين. يعني في ظل هذا السؤال حاليا بنقول مجلس الشعب، بنقول دكتور، بنقول أستاذ الكتاتني، بنتكلم عن أسماء محددة. على طول بنفتكر وبنرجع لسنة 54، بنفتكر المشاكل اللي كانت بتحصل وقتها. بنقول دلوقتي أصبح في مشاكل ما بين مجلس العسكري وما بين الإخوان. يبرز على السطح أيضا أن احنا بنتذكر، وفي البعض بيقول أن اللي بيحصل دلوقتي شبيه جدا بما كان يحدث من الحزب الوطني، خصوصا بعد اللي حصل النهاردة أنه يعني الأستاذ الكتاتني تصدر الغالبية ب 99.9% تقريبا في المية. فالرقم ده بالذات حتى لو حقيقي، يعني احنا عندنا أزمة نفسية من هذا الرقم. أزمات كثيرة جدا على السطح هنناقشها مع ضيوفنا النهارده. أستاذ شادي طه، وكيل ومؤسس حزب غد الثورة، أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بيك. معنا أيضا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ نبيل عمر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، منورنا في حلقتنا النهارده. دعونا قبل أن نبدأ أعزائي المشاهدين بهذا الحوار نخرج في تقرير بسيط حول ما الذي سنناقشه معكم في هذه الحلقة التي أسميناها حلقة الأزمات. ما زال المشهد السياسي مرتبكا في ظل الاحتقان الشديد ومسلسل المظاهرات الفئوية وأزمة البنزين، تظاهرات هنا وهناك. وما الحل إذن في ظل غياب كامل لأعضاء مجلس الشعب والحكومة وأيضا المجلس العسكري، مما ينبئ بأزمة حقيقية داخل الشارع المصري؟ وهل من مجيب لحل هذا الاحتقان والموقف المتأزم؟ أزمة البنزين مليون في المية مفتعلة، مليون في المية مفتعلة، لأن هو عمره ما حصل الموضوع ده من 10 سنين عدوا ولا من 12 سنة عدوا. اشمعنى في الايام دي بالذات في ازمه في البنزين؟ انا والله بقوم الفجر اصلك بحط الصبح، يعني بيقابلني مثلا قدامي يجي 20 عربيه وبتبقى ماشيه العمليه، استنى لحد ما امون وبمشي. الغاز بيبوظ الموتور، وبنحط بنزين ب 92 ب 37 جنيه الصفيح. هو في ازمه حضرتك، بس بقول لك في تهريب من على غزه او كده، بس مش مصدقين يعني. صالحنا كلها واقفه، مش بسبب البنزين، بسبب العطله واحنا ماشيين. كل الطرق مقفوله، انا جاي من المنصوره دلوقتي كل الطرق مقفوله بسبب الجاز. كميات كمان بتتضخم بنسبه اكبر الايام دي، وبرده لسه الازمه موجوده، فهي طبعا مفتعله يعني، والناس طبعا عارفه هي مفتعله من مين. انا محول غاز من قبل الثوره بكتير، بس بعد الثوره بقى حسيت ان البنزين اصلا اكنك بتجيب اكل، فعلى ايه بقى خلينا في الغاز احسن. ازمه السولار احنا حاسين انها ازمه مفتعله، لان الحصه بتاعت السولار اللي احنا بنسمع انها موجوده زي ما هي. ازمه السولار دلوقتي عامل البنزيمه بيتحكم في حاجات كتير، هو عمال البنزيمه نفسهم عايزين الازمه تفضل مستمره. صفيحه السولار ال 20 لتر بدل ب 22 جنيه بقى يتباعوا ب 25 وب 30 جنيه في البنزيمه نفسها. أولى علامات الاشتعال المنتظر للشارع المصري وعلى الطرق السريعة ومن حول محطات البنزين الموحية باشتعال قريب، زحام السيارات وأزمات المرور وإضراب سائق النقل العام والمشاحنات المسلحة التي تتوالى
ومعها عمليات قطع الطرق، ولا أحد يفهم سر الأزمة التي باتت مزمنة. المشاكل بتاع هيئة النقل العام أول حاجة بالنسبة اللي هي ال 100 شهر لنهاية الخدمة. الحاجة الثانية اللي هي حافز الإثابة. حضرتك الأول احنا كنا بنطالب مكافأة نهاية الخدمة، كان المفروض إن كل واحد فينا مثلا يبقى له مكافأة نهاية خدمة زي أي شركة بره. كنا بنخرج مثلا الواحد يجي يخرج على نهاية الخدمة ياخد 5 شهور بس. دلوقتي يعني طالبنا إن احنا مثلا نهاية الخدمة يتعدل شوية، بقت 70 شهر. قوة العربية على المحطة عندنا هنا 150 أتوبيس، اللي اشتغل حوالي عن يعني 50 أتوبيس أو 60 أتوبيس اللي اشتغلوا النهارده. العمال مش مطمنة إن إيه؟ إن المنشور نزل والهيئة شغالة وتمام التمام 100. كنا بنطالب بحقنا بس مش عايزين أكتر من حقنا، يعني مش عايزين حاجات زيادة، احنا مش عايزين أكتر من حقنا ونتضمن للنقل والمواصلات. ليه؟ عشان أنا لما نطلع معاش بعد ما سني يكبر ألاقي حاجة مثلا تسندني أو حاجة تسند أولادي. هل الضمانات كافية لحل هذه الأزمة؟ وهل كل هذه التظاهرات الفئوية على حق؟ ولماذا لم ينجح البرلمان الجديد في فتح هذه الملفات؟ ولماذا تتقاعس الحكومة عن حل هذه الأزمات؟ هل يصنعون الأزمات لتكفير المصريين بالثورة؟ وهل يريدون أن يشغلوا الناس بالحياة اليومية؟ نقول لهم احذروا شعبا يتألم. عودة مرة أخرى مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وهنبدأ نحلل هذه الأزمات يعني على كترها، ولكن لازم نحللها ولازم نعرف زي ما بنقول بعضها مفتعل وبعضها واقعي، هي أزمات واقعية. أعتقد أستاذ نبيل عمر يعني أحسن حد ممكن يحلل لنا هذه الأزمات، ونسأل السؤال اللي بقالنا بنسأله من بداية هذا البرنامج: مصر رايحة على فين في ظل هذه الأزمات؟ راح السيما. حلوة يعني فكرة حلوة ولا بلاش؟ مصر راح السيما يعني سينما كده خيال وفانتازيا وحاجات زي كده، لأن هي حضراتكم قلتوا اسبوع ازمات، متهيألي احنا في سنه ازمات. يعني كلمه اسبوع ازمات خفيف قوي، لا تكاد تقصد تكثيف الازمات. واعتقد ان احنا عايشين في ازمات بقالنا فتره طويله. كانت بوتاجاز قبل كده، يعني دي مش اول مره يبقى في ازمه بوتاجاز. احنا عندنا ناس بتقطع طرق، عندنا ناس بتسرق عربياتها، عندنا ناس ما تعرفش تخرج من بيوتها، عندنا ناس ممكن المحافظ ما عجبهمش فيعملوا مشكله، عندنا ناس في اي شركه يخرجوا يطلبوا مطالب، اول حاجه يعملوا يوقفوا الانتاج. يعني احنا مجتمع دمه خفيف يعني. وقررنا احنا ما عرفناش، احنا لما جينا الثوره قامت ما عرفناش، اسقطنا راس النظام، ما عرفناش نسقط النظام، فقررنا نسقط الدوله نفسها. يعني خلاص يعني على الاقل يبقى بنسقط حاجه يعني. فانا بشجع يعني بحيي الشعب المصري انه قادر على انه يسقط الدوله المصريه. هو دلوقتي بيحاول يسقط الدوله المصريه، وانا بقول لهم ده شيء كويس وعظيم. هو يمكن متخبط، ما هو احنا ثوره قامت من التحرير والله، ناس نزلت ففي تخبط. يا استاذ نبيل الحل ايه؟ طيب احنا مش عايزين نسقط الدوله. مفيش حل. الحل وقت حضرتك، هل انت متخيل ان انا قاعد قدامك والاستاذ معانا آلة سحريه هنعملها كده يطلع لنا حل؟ الازمه اكبر من فكره حتى يعني حفرض ان ذلك السحر موجود وهؤلاء السحرة العظام موجودين. اعتقد ان الازمه في مصر اكبر من هؤلاء السحر والسحر. احنا بدانا مشوار خطا، علينا ان نكمل الطريق الخطا الى نهايته وندفع الثمن كاملا. نحن الان بندفع الثمن ولسه يعني. انا اسف، انا عايز اقول للناس كلام كويس. في الحقيقه انا كان نفسي اقول للناس وانا مبتسم اقول لهم الدنيا جميله وفي جو ربيع. لا، لازم الناس تعرف احنا وضعنا ايه وماشيين فين. يعني في جزء ان بنكره الناس في الصبر. انا اقول لكم حاجه طريفه جدا، مشهد عبقري قد انا اتصور انه لا وجود له ولا حتى في بلاد تركب النمل. الناس قاموا لثوره عشان يسقطوا نظام. انا عندي 3 من رؤوس هذا النظام مرشحين رئيس جمهوريه، نائب رئيس جمهوريه، رئيس وزراء، ووزير خارجيه. يعني 3 من النظام السابق مرشحين نفسهم لمنصب رئيس الجمهوريه في النظام الجديد. احنا بنغير نظام ايه يعني؟ لا مؤاخذه يعني. طيب احنا بنكره الناس في الثوره واللي حصل وبننزل الناس في ازمات الموجوده عشان في الاخر الناس تروح تجيب حد من النظام القديم. برضو انا بفكر معاكم على فكره، ده جزء من بتاع. طيب هل ازمات البنزين ازمات لاننا والبوتاجاز والسولار لاننا مش بنشتغل مش لاقيين فلوس؟ طبعا احنا بنستورد سولار، احنا بننتج 85% من انتاج البنزين وبنستورد 15%. البوتاجاز بالكامل بنستورده او كميات كبيره جدا يعني في الغالب بنستورده. طب بالنسبه لهذه الازمات
هل احنا ما بنشتغلش؟ احنا شعب يعني، وانا كتبت وحتى جيت في التلفزيون كده وكتبت قبل كده في القناه تعالوا نشحت. يعني ده الكلام ده من 10 شهور بالمناسبه او 11 شهر. قلت لهم احنا لو مشينا في السكه دي يبقى الدنيا رايحه، وللاسف كملنا. طب ما عندناش دولارات عشان نشتري نستورد من الخارج، وفي حاجات كتير دلوقتي يعني في ادويه، في حاجات الى اخره، لان لا نعمل لا نصدر لا الى اخره. طيب السؤال المهم هنا كيف تدار هذه الدوله؟ ما هي الدوله دي بتدار، ومفترض اللي بيدير هذه الدوله على جميع المستويات عنده خطه اسبوعيه، خطه شهريه، خطه كل 3 شهور، خطه يوميه، ايا كان نوع الخطط. طيب وبما اننا بنخرج من ازمه لازمه، ده معناها ان احنا بندير بطريقه يوم بيوم. عشان عليك يا رب، يعني ايه؟ بنصحى الصبح نقول ايه؟ ماذا يوجد النهارده لدينا؟ طب ما في ناس بتقول انها مفتعله. اغلب هذه الازمات مفتعله، يعني بتدار اداره لهذه الازمات. علينا يعني حتى هي لو مفتعله علينا ان نثبت انها مفتعله. يعني انا برضه عارف اقول لحضرتك، انا اقول لك حاجه، انا مش مفتعله، انا هفترض ان لا سوء حسن النيه. لا انا بقول لهم انتوا ناس فاشلين ومنيلين بالستين، يعني لا مؤاخذه مش مفتعل. لكن انا عندي حاجه اخطر من الافتعال، وهو الاداره الخاطئه، الخطا الجسيم في الاداره الذي يصل بمجتمع الى حافه الهويه. لا انت مش انت لا تفتح الازمات، وهنكذب نظريه المؤامره على عيني وعلى كل ده معاك ماشي. طيب انت بتدير هذا الوطن الى ان وصلته لحافه الهويه. الناس عشان تلاقي عشان بس نكون اكثر تحديدا فيما نقول. حضرتك اذا سمحت لي يعني، او حسب ما انا فهمت، احنا بدانا باتهام شامل للشعب المصري. طبعا الشعب المصري باكمله انه بيسقط الدوله. طبعا. وهناك اتهام بسوء الاداره. انت مش عارف تدير، انت مين؟ المسؤولين، في كل المسؤولين، يعني ايا من الحكومات المتعاقبه في كل يعني من انا عندي المجلس العسكري بيدير، عندي الحكومات بتدير، لازم المسؤولين عن اداره هذه الدوله. اداره هذه الدوله فيها خطا وموصلنا لهذه المشكلات. وانا مش هفرض سوء النيه، انا شخص ساذج، مش هفرض سوء النيه، لكن هفرض ان احنا ندير بشكل اوصلنا الى هذه المشكله. يعني على طريقه، انت عارف احنا بندير الدوله المصريه العظيمه دي على طريقه بقى القريه. بنصحى الصبح ما عندناش جبنه، طب نشتري جبنه. طب ما فيش نفتح الدرج ما نلاقيش فلوس يجيب جبنه. طب مع حسن النيه، انا قصدي مع فرض حسن النيه، مش هقول بقى انه متعمد يجوع الناس ما يجيبلهاش جبنه او ما يجيبلهاش حلاوه ويخلي الناس عشان يقول لهم او ينشغلوا في حياه. طبعا في فكره نظريه المؤامره بتتقال، يعني مثلا بيقولوا في نظريه المؤامره يعني فكره انا بكره الناس في كل ما حدث خلال العام وفي الثوره المصريه. وبالتالي فالناس هتستجيب، فتجيب واحد من الثلاثه المرشحين من النظام القديم. يجي السيد نائب رئيس الجمهوريه، يجي السيد رئيس الوزراء، يجي السيد وزير الخارجيه، ويبقى كده يا ابو زيت ما غزيت. انا عايز اغير النظام في مصر، فكيف يمكن لمن كان ركنا في النظام القديم ان ياتي الي ويغير ويصنع نظاما جديدا؟ اشرحوها لي. انا شخصيا يعني مش هي اراء في الاول وفي الاخر، وكل حد بيقول رايه، وعلى الجميع حق الرد. انا بس عايز اقول حاجه في جميع الاحوال. انا مش جاي ادير، انا في مصر الان ما اناش محتاج حسن اداره، انا مش محتاج حد يدير المجتمع كويس، انا عايز اغير نظام ثبت بما لا داعي مجالا للشك ان طاقته انتهت ولا يصلح. انا مش جاي حد يقول لي ايه، انا هدير الاقتصاد كويس، وانا هدير المنظومه التعليميه كويس، وهدير مش عارف ايه كويس. انا عايز اغير منظومه العلاقات كامله اللي موجوده في المجتمع. انا مثلا على سبيل المثال انا مجتمع قائم على الاستثناءات في كل حاجه، يجوز كذا ويستثنى كذا. انا عندي استثناء للقضاه مش عارف ايه، واستثناء للصحفيين مش عارف ايه، وعندي استثناء لاستاذ الجامعه مش عارف ايه. مجتمع قائم على فكره الاستثناءات. كيف يمكن للمجتمع في بدايه القرن ال21 لا يؤمن بالمساواه وتكافؤ الفرص والعداله؟ انا المجتمع خدي على سبيل المثال، الناس بتقوم بتتظاهر في محكمه اي بتاع عشان عيالهم عايزه تعينهم في نفس الشركه اللي شغاله بيها. الله، طب انتوا عايزين تورثوا ابنائكم الوظيفه. طب حسني مبارك كان عايز يورث ابنه بقى، لا مؤاخذه يعني. طب ايه الفرق بينك، ايه الفرق بينكم؟ لا ما هي جزئيه المظاهرات الفئويه والمطالب الخاصه دي هنتكلم فيها. انا قصدي انا بوريك المجتمع عايزين نغير نظام، عايزين نغير السيستم، نمط التفكير. فكر. اسمح لنا بس استاذ نبيل ان احنا نتلقى هذا الاتصال التليفوني. استاذ جابر من اسيوط، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
الحاج مساعد نواري. لو حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه. الحاج. الو. الو. استاذ جابر بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون وكلمنا من السماعه وعلي صوتك شويه. اتفضل يا فندم. الو. ايوه. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. اولا بمسي على حضرتك وعلى الساده الضيوف الكرام، وليا مداخله مع الاستاذ الدكتور. اتفضل. طب واضح ان في مشكله في الاتصال، ارجو ان حضرتك تتصل بينا مره ثانيه. استاذ شادي، استاذ نبيل ابتدى بانه مصر قامت فيها ثوره، الشعب المصري اللي عمل الثوره بيسقط الدوله، عندنا سوء اداره من اي من الحكومات المتعاقبه ووصولا الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه. في نظريه بتسعى الى هدم الدوله، بقت كان ليس للشعب فقط ولكن ايضا من الانظمه اللي بتتحكم في الدوله حاليا. وقال انه من اكبر المشاهد المثيره للانتباه وجود بعض رموز النظام السابق مرشحه في الانتخابات القادمه. اوكي. حضرتك بتمثل احد الاحزاب الليبراليه وبتمثل هذا الفكر الجديد اللي بيسعى الى تغيير النظام التي تحتاجه الدوله، زي ما الاستاذ نبيل قال ان احنا عايزين نغير تماما، ولا نعتمد لا على ارث سابق ولا على خبرات سابقه ولا على رموز قادمه من النظام السابق. انا موافق يا دكتور في كل اللي هو قاله، بس انا عندي تحفظ على كلمه ان الشعب يريد اسقاط الدوله. الناس اللي خرجت يوم 25 يناير ما كانتش عندها اي نيه ان هم يسقطوا الدوله بتاعتهم، بالعكس كان عندهم الهدف من خروج يوم 25 يناير كان لتغيير الدوله، لتغيير اضلاع المعادله السياسيه اللي احنا كنا عايشين فيها، اللي كانت مخليه السياسه زي الميه راكده اللي ما بتتغيرش. اللي بيحصل النهارده من افتعال للازمات هو جزء من الصراع على السلطه، وهي دي الحقيقه. على فكره انا يعني كنت لسه بقول لكم قبل ما نبتدي البرنامج ان انا ملاحظ كل ما باجي البرنامج دوت ما بنتكلمش غير عن الازمات. احنا برضه ملاحظين ده، احنا كل ما بنيجي البرنامج فاحنا ما هي الازمات دي مش هتنتهي ومش هنبطل نتكلم عنها، لان احنا من بعد ثوره 25 يناير واحنا في صراع على السلطه، والصراع بقى كان واضح من زمان، بس كنا بنقول الناس ما كانتش كانت بتعتقد ان احنا بنحاول ان احنا نفتعل ازمات. ده مش حقيقي. مين اطراف الصراع؟ اطراف الصراع معروفين. اطراف الصراع اللي في الحكم النهارده المجلس العسكري، اطراف الصراع حزب الاغلبيه في البرلمان الاخوان المسلمين، اطراف الصراع القوى الثوريه اللي قامت بالثوره، واللي مع الاسف النهارده بعد ما الصراع ما بين الاخوان والمجلس العسكري وصل لاعلى نقطه، الطرفين النهارده بيدوروا على القوى الثوريه انها تقف جنبهم. في مثل كده اسمه اللي ما تحتاجش النهارده لوشه بكره تحتاج مش عارفه ايه. العفاه. العفاه. عارف حاجه المشكله ايه؟ ان القوى الثوريه النهارده بتلعب دور المشاهد المتفرج الشمتان. يعني المشاهد الشمتان في مصر. لا، شمتان في الطرفين. بنسال الناس العاديه بتسال لان الطرفين جم في لحظه واحده ودوروا ظهرهم للقوى الثوريه دي. في منهم اللي خونهم وفي منهم اللي يعني بهدلهم. هل النهارده حضرتك متخيله ان القوى الثوريه ممكن تقف مع الاخوان المسلمين في الصراع اللي هي فيه ضد المجلس العسكري او العكس؟ هي لازم تقف مع حد. على الاقل الطرفين بيدوروا النهارده على الدعم. مش ممكن. شوف حضرتك اديني بس فرصه. انا ما قطعتش حضرتك خالص. بص حضرتك، الازمه الحقيقيه بامانه انا ما بلومش فيها في بدايتها نواب البرلمان، لان البرلمان في مصر مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه لما يبقى فيه ازمه ان هو يمارس دور رقابي، يطلب الحكومه دي ايه اللي بيحصل دوت. هو ده دور البرلمان، عشان بس ما نقعدش نرمي كل حاجه عن لا ده ما هو البرلمان ده اللي احنا انتخبناه. البرلمان اللي احنا انتخبناه دوت رفض بيان الحكومه، بس حصل ايه لما رفض بيان الحكومه؟ المفترض ان رفض بيان الحكومه ده تبقى اول خطوات سحب الثقه. يطلع تصريح يقول ان الحكومه دي مش هتمشي، الحكومه دي قاعده لغايه 30/6 ومحدش هيقدر يسحب منها الثقه. عارف حضرتك معنى ده ايه؟ معنى دوت ان لما كنا بنشوف رئيس وزراء داخل البرلمان وفي رهبه
بيقول لهم انا ما قلعتش بدلتي من امبارح، ووزير الداخليه بيقعد يتلقى استجوابات يعني بهدله، واحنا قلنا هي دي الممارسه الديمقراطيه اللي احنا عايزينها. حصل ايه بعد كده؟ لما يطلع تصريح يقول الحكومه دي قاعده محدش هيقدر يسحب منها الثقه. في الاخر من حوالي اسبوع كان في طلب استدعاء لوزير العدل ووزير البترول بمناسبه ازمه البنزين، وتاخروا عليهم 2.5 ساعات وما راحوش، وقالوا لهم اصل احنا كان عندنا اجتماع مجلس وزراء. امر طبيعي، لان يعني المفترض ان البرلمان هيمارس دوره في الرقابه، ما بقالوش اي قيمه. احنا مسحنا كده باستيكه الشرعيه اللي اداها 37 مليون واحد لهذا البرلمان، بصرف النظر عن رايي عن مين اللي بيشكل اغلبيته. بس ما ينفعش ابدا ان احنا نقول ان البرلمان دوت ملوش اي دور ومش هيقدر ان هو يحاسب الحكومه. طب ما انت لو عندك برلمان ما بيحاسبش الحكومه، طب ما الحكومه هتعمل اللي هي عايزاه، طب ما هي كده قاعده لغايه 30 سنه. دوره ايه هذا البرلمان؟ خلاص اصبح كده ما بقالوش دور. تصعيدا بقى بعد كده للازمه دي اللي احنا بنشوف الاشارات بتاعتها. احنا النهارده بنسمع تصريح ان السيد عمر سليمان هيرشح نفسه، ففي نفس اليوم نسمع تصريح ان المهندس خيرت الشاطر هيرشح نفسه. طب سيب وانا اسيب، لا انا هرشح، لا انا مش هرشح. وفي اليوم اللي ده بيعلن انه ما بيرشحش التاني بيعلن انه ما بيرشحش. طب ما تيجي نتفق زي ما كنا متفقين قبل كده ونجيب واحد احنا الاثنين متفقين عليه، بس لا هو عندي ولا من عندك. ده خلف الكواليس بقى. انا يعني اللي انت بتقوله ده اللي هو خلف الكواليس. انت حضرتك طلبتي مننا ان احنا نحلل. ممكن يكون تحليلنا غلط، بس احنا بنقرا المشهد السياسي اللي احنا شايفينه. اللي احنا شايفينه ان المعادله السياسيه ما كانش فيها القوى الثوريه. في حساباتهم القوى الثوريه اللي قامت بالثوره ما كانتش في حسابات الطرفين دول. الطرفين النهارده في الصراع. ما اعتقدش ان من المفترض ان القوى الثوريه تاخد موقف لا مع هنا ولا مع هنا. احنا هنتفرج هنشوف اللي هيحصل ايه. طيب ناخد راي الشارع. لا هناخد معنا الاول اتصال تليفوني. الو استاذ محمد. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. ايوه الو. ايوه يا فندم سامعين حاجه، اتفضل. انا محمد مسعود عبد الحافظ. اهلا وسهلا. مواطن مصري بسيط. اهلا بحضرتك. الوقت اللي حاصل في البلد كل المشاكل دي والشغب ده والكلام ده كله من النظام القديم. النظام القديم كل اسرهم بره وكل التليفونات بره، يكلموا الاخبار الصناعي ويكلموا الدنيا كلها، والشغب في البلد ده كله من النظام القديم. لو خدتوا الاسر دي كلها وحطيتوها في مكان واحد وغسلتوها وشربتوها وحددتوا مكانها هتتحل مشاكل الشغب والقرف اللي احنا فيه ده. ده رايي. زائد احنا لنا 30 سنه وقبل ال 30 سنه عايشين بظلم. مواطن مصري بطانيته على كتفه، مواطن مصري بطانيته على كتفه، والشعب تعبان. اعملوا معروف، اعملوا لكم حل، ما نقعدوش تحت التكييف لا مؤاخذه ونقعد نتكلم ونحكي ونعمل ومحدش حاسس بحاجه. انزلوا الشارع، انزلوا شوفوا الناس. شكرا ليك يا استاذ محمد. يعني اعتقد استاذ محمد هو بدأ مكالمته بجملة او كلمة مهمة وقوية جدا، بيقول انا مواطن مصري بسيط، وده يعني رأيه بيعبر عنه من قلبه. احنا معانا اتصال تاني، استاذ جابر من اسيوط. الو استاذ جابر اتفضل. مساء الخير يا فندم. النضال فصل معلش. اهلا بحضرتك، بس تعلي صوتك شوية بعد اذنك. اهلا بحضرتك. انا هتكلم حضرتك في 3 نقاط معلش استاذن حضرتك بس عاجلة. اتفضل يا استاذ جابر. اول نقطه حضرتك حكايه الفلول، نظام الفلول. كله بيتكلم يقول لك نظام الفلول، نظام الفلول. حضرتك هل نظام الفلول السابق دوت او النظام السابق ده كله هل كله مفسدين؟ اكيد في ناس هتبقى كويسه نرجو منها الاستمرار في مكانها من فضل حضرتك. النقطه الثانيه موضوع حكايه الرئيس، تعيين الرئيس. دلوقتي احنا مصر ماشيه بطريقه الشريك المخالف. انا اذا كنت وافقت حضرتك على شخص ما او اسم ما، واخد بال حضرتك، غيري هيرفض. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه حضرتك موضوع البوتاجاز والبنزين والكلام ده كله. يعني حضرتك مش لازم اي عربيه، يعني اقتراح بسيط مني، مش لازم اي عربيه حضرتك تحط مثلا تفول زي ما بيقولوا، لا يعني ممكن 20 لتر او 15 لتر هيدي فرصه عربيات ثانيه انها برضه في مواصله الحياه او مواصله الطلاقه والكلام ده كله. وشكرا لحضرتك وشكرا لايه؟
شكرا لحضرتك استاذ جابر. 3 نقط اتكلم فيهم استاذ جابر. هو شايف انه الكلام الكثير عن الفلول، انه مش كل من كان ينتمي للنظام السابق لابد ان يكون شخص فاسد. هناك اشخاص في هذا النظام ما نقدرش نقول عنهم كده، او هم ممكن كانوا يحتاجوا ان هم يعملوا خارج هذا النظام عشان يبانوا. النقطه الثانيه اللي بيتكلم فيها هي مساله اختيار الرئيس او انتخاب الرئيس وليس تعيين الرئيس يا استاذ جابر. انه احنا كلنا ماشيين مع بعض بشريك المخالف، لو انا عايزه ده يبقى لا، لو حضرتك اخترت يبقى انا هعارضك، وبالتالي لن يحدث اتفاق ما بين القوى السياسيه. مش مفترض يحصل اتفاق اصلا، مفترض ان يكون هناك انتخاب، صندوق هو اللي بيحدد. ولكن هو ما يقصده استاذ جابر اعتقد انه حتى اذا جاء صندوق الانتخاب بشخص معين هناك قوى سياسيه اخرى ستعمل ضد هذا الاختيار. والجزئيه الثالثه اللي هو احنا نحاول ان احنا نساعد بعض في ازمه البنزين، فمش لازم جميعا. ما اعتقدش استاذ جابر ان الناس بتدور انها تفول عربيتها دلوقتي، الناس بتدور انها تمشي بعربيتها بس. ف يعني على الاقل تقدر تروح شغلها وترجع يعني. ف ده هيدفعني لسؤال مهم جدا. من كلام حضرتك السابق عن اسقاط الدوله والثوره وكلام الاستاذ شادي وكل حاجه ده، يعني هو الواحد كمان بيسال نفسه سؤال بسيط جدا. القوى الثوريه اذا اعطت ظهرها للاغلبيه البرلمانيه وللمجلس الاعلى للقوات المسلحه، واذا الشعب بعد ما عمل ثوره بيسقط هذه الدوله، طب هي القوى السياسيه الحقيقيه المحركه للشعب المصري فين؟ انا بس عايز اقول القوى الثوريه بس بعد اذنك اعطت ظهرها بعد ايه؟ بعد لما القوى الموجوده النهارده اللي احنا انا لست في اعتراض ان هي ادت ظهرها، يعني مش معترض ان هي عملت. لا بس انا عايز اشرح هذا الواقع اللي احنا نراه. لو انا عندي قوى سياسيه حقيقيه داخل هذا المجتمع تستطيع انها تصل الى القاعده الشعبيه وتتحكم في الشارع السياسي وتوجه انتماءات ابناء هذا الوطن، هي فين؟ طب انا بس اشرح عشان القوى السياسيه. هو يعني كم المجلس العسكري والاغلبيه اعطوا ظهرهم للقوى السياسيه ونجحوا في ذلك. ده كمان لازم يحمل القوى الثوريه مسؤوليه. هذه القوى الثوريه نزلت الشارع وهم في الاول كانوا عدد قليل، ما كانش 50,000 50,000 في يوم الثلاث في الاول خالص، وبعدين نزل وراهم في يوم من الايام جمعوا 18 مليون مصري في الشارع. الله، ايه اللي خلاهم ما يقدروش يجمعوا المصريين لما دول ادوهم ظهرهم ودول ظهرهم؟ انا رايي ان القوى الخصريه لاسباب كثيره لعبت دور في انها خسرت جزء من الشارع، لان في ناس منهم يتكلموا بوقاحه وبجرأة اكثر من اللازم في شعب، في ناس منهم ما كانوش يعرفوا طبيعه المصريين. احنا بنكره النظام السابق وعايزين نقتله، لكن وانا بتكلم على شاشات الفضائيات في لغه وفي طريقه لو استخدمتها المصريين ما يقبلوش. يعني الناس ما كانتش بتحب احمد شفيق، لكن لما علاء الاسوان يكلموا بطريقه ما الناس اتخضت، المصريين اتخضوا. لان المصريين دول شعب معقد قوي ومش سهل قوي زي ما الناس متخيله. على فكره شعب معقد عامل زي جبل التلج اللي ماشي في نهر، الجزء اللي ظاهر منه غير الجزء اللي جواه. وطبعا انا شخصيا مع الثوره، انا متفق مع كنت مع الثوره، لكن انا لما شفتهم هم بيتكلموا في التلفزيونات وبيقولوا كلام كنت مستفز. لكن طبعا واحد زي ما يخسرش، ما يقدروش يخسرونا الثوره لان انا جزء منها، لان انا الثوري مش من المفترض ان هو يكون اب سياسي زي العسكري. انا ما قلتش انا لا بس اسمعني حاجه. يعني انا شفت انترفيوهات كتير قوي لاعضاء في المجلس العسكري، ما شفتش خطاب سياسي من المفترض ان هو يشدني، صح؟ انا ما كنتش هي نفس الفكره مع الثوار. الثوري مش من المفترض ان هو ما كانش خطاب سياسي. لا لم اتحدث عن انا لم اتحدث في السياسه خالص. على فكره في الثوره لما تقوم الثورات الناس ما بتتكلمش في السياسه. في الثوره السياسه دي بعدين، لكن في الثوره الناس بتتكلم في الثوره نفسها. هو الحقيقه انه في برضه العيب السياسيه طلع الكلام في السياسه. انا عشان نبقى واقعيين طريقه الناس اللي انا عايز اقوله مدرب ان الثوار يكونوا مدربين عليه، ده ما حصلش اكيد. لان العنصر الثوري ما يشتمش الناس، يعني ما حدش يبقى متدرب انه ما يشتمش الناس. طب عشان في تدريبات عشان انتخابات جايه، ففي تدريبات اكبر من التدريبات الماضيه. اولا طبعا احنا كلنا بس انا عايز اتكلم مين بيتحكم في الشارع، وبالتالي اما القوى الثوريه خسرت جزء كبير جدا من الدعم الشعبي، وحصل لما نزلوا مليونيه ان الناس ما نزلتش بنفس الطريقه وتوقعت ده. قلنا لهم يعني خلوا بالكم من حد الخلطه اللي حصلت ما بين الثوار والبلطجيه في احداث كتيره حصلت سواء في الميدان وفي محيط وزاره الداخليه او حوالين مديريات الامن، خسرت جزء برضو من القوى الثوريه للناس.
لكن دي غلطه القوى الثوريه؟ غلطه القوى الثوريه، كان لازم هم ينظفوا الميدان لان هم كانوا مسيطرين على الميدان في لحظه من اللحظات. لكن انا عايز اقول حاجه مهمه للشعب المصري الان، عايز اقول لهم خساره ميدان التحرير كارثه على مصر لا يمكن تحملها. لو خسرنا خساره ميدان التحرير هو الزخم يعني هم كان الحدوته اللي بتتلعب طول الوقت جزء لعبته السلطه وجزء ساعد فيه الثوار ان ميدان التحرير يخسر وجدان الناس. احنا محتاجين ميدان التحرير لان هو ضمير مصر الثوري. هذا الضمير هو اللي هيخلي لا القوى العسكريه ولا القوى الدينيه تفرض علينا ما تريد. ميدان التحرير هو رمانه الميزان، هو رمانه الميزان الحقيقيه التي يمكن ان تحافظ لهذا الوطن، بس بشرط انها تكسب الناس وراها. يعني الشرط الوحيد اللي موجود ان تكسب الناس. في شخصيات دلوقتي من الثوار مرفوضه ومكروهه، وجودها يسيء اليها. هم بقى عايزينها دي حاجه. انا بقول كلام عام، انا اسف لكن هم عايزينها او كلمه احرار. انا بتكلم الان ميدان التحرير مهم وضروري لمصر بمعناه القديم اللي هو من 25 يناير ل 11 فبراير. وبالتالي لما القوى الثوريه خسرت فضل بقى مين ياثر في الناس؟ حزب الاغلبيه لانه جاي باغلبيه. الدين يلعب دور اساسي في وجدان المصريين، والدين سهل استغلاله جدا في المجتمع المصري. انت دلوقتي بقت حتى كلمه الدوله المدنيه قدروا يخلوها، حتى خلوا كلمه مدنيه معناها انك معادي للاسلام. يعني نجحوا في تشويه جزء من خداع الناس، نجحوا في تشويه حتى الكلمات، يعني مش في تشويه كلمه العلمانيه وهي لا تعني الكفر والليبرالي ولا الليبرالي، لا ده وصلت لدرجه انا المواطن العادي الان انا ما بعرفش اتخانق على الكلمه. لا ما بعرفش وبعدين يعني انا لا بعرف اقاطع ولا بحب حد يقاطعني. فشوفي حضرتك احنا هنمشي. لا هو استاذ نبيل بيتكلم. انا هقول لحضرتك حاجه، هو استاذ نبيل يمكن اقر واقع هو شايفه من وجهه نظره. انا عايزه ادي برضو لحضرتك الفرصه انك انت ترد على هذا الكلام، يعني هو برضو بيتساءل اين القوى الثوريه، السؤال اللي كلنا بنتساءله، وهو بيقول انه لا كان المفروض ينظفوا الميدان قبل ما يمشوا. لا انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. ثواني الحلقه انا مش فاهم منها مناظره بيني وبينه. لا مش مناظره هي على فكره، يعني احنا دايما الحوار بيبقى مفتوح. ممكن انا ومنى نقول رايي مثلا واحنا قاعدين. يعني فكره برامج صراع الديوك انا ما بحبهاش مش لانها بتساعد على غياب الوعي. اراء حضراتكم متوافقه على فكره. يعني انا عايزه اقول لك لا بالعكس، يعني ايقاد الوعي او اسكاء الوعي عند الناس. استاذ شادي حضرتك الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها اللي انا سالتها وبرده مش لاقيه لها اجابه لغايه دلوقتي، والرد على ما تقدم به الاستاذ نبيل عند حضرتك. والله حضرتك يا فندم انا ما عرفتش السؤال ايه. السؤال دلوقتي يا فندم خلينا استعير اللفظ اللي قاله الاستاذ. قال لك ميدان التحرير هو رمانه الميزان. انا بقى بدور على الشخصيه التي تمثل رمانه الميزان علشان استقرار هذا البلد. القوى السياسيه الموجوده بعيدا عن حزب الاغلبيه وبعيدا عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه، القوى السياسيه المحركه للشارع السياسي المصري اللي جايه عايزه تقدم نظام جديد مختلف تماما، هي فين من ده؟ فين البديل؟ اوكي حضرتك الثوره دي اللي نزل فيها 18 مليون واحد مش هينفع نختزلها لا في قوه سياسيه ولا في شخص ولا في فرد، استحاله. مجموعه حتى لو مجموعه. وبعدين مين قال ان الناس دي ما بتشتغلش؟ يعني مين قال ان الناس دي مش قاعده النهارده معتصمه قدام مجلس الشعب؟ مين قال ان الناس دي ما بتقومش بمظاهرات وما بتقومش بمسيرات كل يوم؟ انا عارف ان في فعاليات بتحصل كل يوم. الدكتور ممكن يكون ما يعرفهاش، بس انا بقول لا القوى الثوريه شغاله. لا مؤكد اللي بيعرفها عشان بيشتغل صحفي. وما توقفش. لا بس مؤكد اللي بيعرفها عشان بيشتغل صحفي، حتى وانا قاعد في مكتبي هتجيبي. انا بس بقول لي يعني طيب ماشي. احنا معانا نماذج من الاعتصامات ولا يعني والمظاهرات ويمكن صوره وده ميدان التحرير. لكن حضرتك استاذ شادي يعني اعتصامات امام مجلس الشعب او مسيرات او هي برضو لم تقودني الى شيء. الوضع السياسي غير مستقر، حاله البلبله اللي الشارع السياسي موجود فيها، بلاش الشارع السياسي، حاله البلبله اللي المواطن البسيط العادي اللي عايز شهر 6 اللي جاي يبقى عارف مين رئيس جمهوريته ومين رئيس وزرائه ومين حكومته اللي هتحكمه وهتحل له مشاكله ازاي. ودستور يقينا، ما هو الناس دي لازم تحكم بخلال دستور. طيب حلو قوي. يبقى اذا ان احنا نحط اللوم على القوى الثوريه نستبعد دي خالص، ونبطل حتى كمان ان احنا نصدرها للناس، لان الثوره ما حكمتش. اللي حكم طرف تاني خالص. يعني في مجموعه من الناس طلعوا علشان يسقطوا مجموعه من الفسده. تمام؟ فسدوا دولت لما من المفترض ان هم تم اسقاطهم، مفروض. في طرف ثالث خالص
ملوش اي دخل لا بالثوره لا باللي قاموا بيها ولا باللي قاموا عليهم. هو ده اللي تسلم مقاليد الامور. يبقى اذا لو في اي تخبط بيحصل النهارده ولو في اي ازمه بتحصل النهارده المفترض ان احنا نلوم مين؟ بنلوم المسؤول عن السلطه التنفيذيه. امر بديهي. طيب احنا عندنا برلمان النهارده، البرلمان ده المفروض ان هو بيقوم بدور تشريعي ودور رقابي. حاول ان هو يمارس دوره، ما عرفش لان السلطه التنفيذيه قالت لك لا احنا قاعدين. يبقى المفترض احنا عايزين نلوم القوى الثوريه على ايه؟ احنا نقدر نلوم القوى الثوريه على التخبط اللي بيحصل النهارده؟ ليه؟ مش معنى النص بقى البرلمان الحلقه اللي هم على هو لحد دلوقتي القوى الثوريه على التخبط. لا معلش سؤال، هو طب ليه البرلمان؟ لا انا بتكلم انا مش بتكلم، لا انا بقولش بس على طب اشمعنى حتى البرلمان لما حاول ان هو يمارس نشاطه في هذه جزئيه ما نفعش، لكن عرف ان هو يمارس يعني سلطته في امور اخرى؟ هو من الامور الاخرى الجمعيه الاساسيه للدستور. نخش بقى في الموضوع دوت لان هو ده الاهم، وده الاساس. دي الازمه الكبرى. دي الازمه الكبرى. جمعيه تاسيس الدستور، احنا لما بنيجي كده احنا بس مشكلتنا ان احنا ما بنشوفش احنا كان حصل ايه تاريخيا، يعني ما بنتعلمش حتى من تاريخنا عشان نشوف الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها نتجنبها والمكاسب اللي احنا عملنا يعني حققناها ونستعيدها. اكبر ازمه النهارده موجوده مش بس في اختيار الانتماء لاعضاء الجمعيه التاسيسيه واللي بسببها حصل انسحاب كبير من القوى السياسيه من الجمعيه دي. المساله مش بس في الاختيار بسبب الانتماء، المساله بقت كمان الاختيار بسبب الشهره. كلنا هديك مثال بسيط، كلنا موافقين على ان اهل النوبه لازم يكونوا ممثلين مثلا في هذه اللجنه، بس بدل ما انا وحضرتك نروح دلوقتي ندور على اكتر مثقف في اهل النوبه واكتر واحد يعني علما بمشكله اهل النوبه، رحت جبت اكتر واحد عنده شهره، اكتر واحد محبوب، يعني اكتر واحد اهل النوبه حابينه. هو ده الفرق، هو ده الفرق ما بين لجنه ال50 اللي اشتغلت على دستور 54 اللي كان فيها طه حسين وكان فيها مكرم عبيد وكان فيها اسامي تخض، والفرق ما بين الاسامي اللي احنا بنسمعها النهارده. هو ده الفرق. لما جت لجنه ال50 دي قالت احنا مش هنشتغل بس على ان احنا نجيب الخبراء مع ان معاهم فطاحل، قال لك بس احنا كمان في ناس قعدت عملت دستور 23 وكان اسمهم لجنه ال30، كان في منهم لسه ناس عايشين نجيبهم لان دول عندهم خبره لازم نبني عليها. احنا بقى النهارده عندنا مين؟ انا مش عايز اقول اسامي عشان الناس ما تزعلش مني، بس الاسامي المطروحه بصرف النظر بقى اخوان مش اخوان، اسامي ما تنفعش. ممكن تكون قيمه في مجالها ولكن ليس لجماعه تاسيسيه للدستور يعني ما ينفعش ان انا اجي اقول اصل ده اكتر واحد محبوب في اكتر واحد عنده شهره، بس ممكن يكون محبوب ومشهور والناس بتحبه بس مش مثقف ما بيعرفش يقرا ويكتب. هل هو ده اللي هيكون الممثل عن قطاع بعينه؟ انا لو عايز امثل الاقباط المفروض ان انا ادور على اكتر الاقباط ثقافه وعلم ودرايه بامور البلد وامثلهم. احنا ما شفناش في لجنه ال50 لاعبي كوره ولا مغنيين ولا ممثلين، ما شفناش ده. شفنا طه حسين لانه قيمه ادبيه كبيره، فكريه كمان وفكريه. احنا النهارده عندنا انا بحترم الدكتور علاء الاسواني جدا. ازاي واحد زي الدكتور علاء الاسواني ما يكونش موجود في اللجنه دي؟ ازاي واحد زي الدكتور محمد البرادعي مع كامل احترامي للناس اللي ممكن تكون بتنتقده وما بتحبش الدكتور، بس ازاي واحد يكون عندنا واحد زي الدكتور محمد البرادعي هم قالوا يعني قيمه ولا ليبرالي لا ما يخشش ولا علماني، ملهاش دخل بالايديولوجيات، لا ليها دخل لا باليسار ولا يعني ليها دخل بان دي بلدنا، دي مصر. انا عايز افيدها بكل الخبرات الموجوده. في خبرات كبيره موجوده في من يسمى يعني بجماعات الاسلام السياسي، نستفيد بيها. اليسار، الاشتراكيين، الليبراليين. طب هم رافضين وعرفوا يمشوا اللي هم عايزينه في المساله دي. ما هي مش ما ينفعش المساله دي بالذات، ما ينفعش. شوفي حضرتك يعني انا لا، ما هو السؤال الاساسي ليه عرفوا حد يحجمهم عن ممارسه سلطتهم التشريعيه والتنفيذيه وما حدش عارف يسيطر عليهم في مساله فرض الاعضاء
الخاصه بالجمعيه التاسيسيه وانه يبقى في نسبه 40%. النهارده كل القوى انسحبت. هل حضرتك تعتقدي ان ممكن نعمل دستور بيمثلوا حزبين بس؟ هو حزب الحريه والعداله وحزب النور؟ ما ينفعش. مش هيكون دستور ملوش اي شرعيه. طب هل زي استاذ محمد ما كان بيقول في التليفون من شويه انه احنا بنتكلم وكم من الازمات زي ما حضرتك ذكرت في اول البرنامج ناقشناها في هذا البرنامج وتحدثنا عنها، الدستور اولا والانتخابات اولا، كل هذا الحوار، وفي النهايه بعد ان نتحدث يحدث ما يحدث. يعني ده اللي هيحصل بالنسبه للدستور؟ ما هو لا، الدستور مختلف. ازاي؟ هو زي شادي ما قال، انا بتكلم على حاجه اكثر تعقيدا من حكايه اغلبيه برلمانيه. انا بتكلم عن دستور. خطوره الدستور في ايه؟ الناس هم يعني للاسف هم طبعا من احد مأساة او احد مأساة هذا تعبير البرلمان الحالي ان 80% من اعضائه حديث عهد بالسياسه. اول مره في حياتهم يلاقوا نفسهم في هذا الموقف، وبالتالي خبراتهم السياسيه ضعيفه جدا. فعايز اقول لهم حاجه، الدستور غير ما بنعمل قانون. الدستور بيعمل حساب، بيعمل حساب لكل مواطن، سواء كان فرد او فئه او جماعه او قبيله او شكل، بيعمل حسابه جوه بين الدستور، لان الدستور هو اللي بيجمع المواطنين انهم يعيشوا في الارض دي، في هذه المساحه من الارض تحت سلطه واحده. لو اختلفنا حوالين الدستور ممكن الدول تنقسم في العالم. الدول، وانا بقولها بكررها مره ثانيه، الدول تنقسم في العالم عندما تختلف على الدستور. اللي انت حاطه ده عشان اعيش معاك فيه جوه اخر وطن مش عاجبني، انا بقى هختار وطن لوحدي وهختار ارض لوحدي اعيش عليها، انا هنفصل او هعمل اي حاجه، وده موجود في دول كتيره وحصل يعني. فالمساله اخطر كتير من ان حزب العداله الحريه والعداله او النور يستأثر. هي الازمه هتتصاعد وهم هيبقوا اكثر تشددا في الفتره القادمه، واحنا مقبلين على فتره اضطراب. لكن مش هيقدروا يكملوا للاخر، مش هيقدروا بالظبط. لا هم انا بس عاوز حاجه، هو في الاخر وهيكمل للاخر فكره مين اللي هيضطر شد الاعصاب. يعني هو هيكمل فكره، كان في لعبه تشيكن جيم اللي هو فكره الصدام لحد يشوف مين اللي هيتراجع في اخر لحظه. دي اللعبه اللي مات فيها ممثل شهير في العشرينات من عمره، في الخمسينات، كانوا بالعربيات يدوقوا مع بعض صدام، فاللي يخاف يسيب التاني يعدي. ففكره ان تقديم التنازل مش هتتم، هيتم التصعيد لحد لحظه الصدام العنيفه جدا، وفي الحاله دي هيتم حد هيتنازل او يقدم كومبرومايز. لكن لحد دلوقتي هيتم الصدام، يعني هيمشي لحد الصدام لحد اللحظه الاخيره، وبعدين الله يحدث. ماشي. في عربيه حريه وعداله والنور، العربيه الناحيه الثانيه مين؟ المجتمع. انا رايي كل القوى الليبراليه والثوريه، لان هو من حسن الحظ المره دي ان القوى الثوريه موجوده بالاكراه بدون تحالف. بقى القوى الثوريه والمجلس العسكري في جانب واحد بالاكراه، بمجرد المصادفه يعني. المجلس العسكري والقوى الثوريه هيبقوا هم العربيه الثانيه. ده بالاكراه. المجلس العسكري؟ بالاكراه طبعا. شرط. لان المجلس قد يقود القوى المدنيه موجوده طبعا، لان في مواد مختلف عليها في الدستور، والقوى المدنيه مصره على ان المواد دي، والكلام مش جديد يعني. في حمايه الدوله المدنيه امر خط احمر بالنسبه للقوى الثوريه والقوى المدنيه. لكن موقف المجلس العسكري من لحد دلوقتي مش معروف، ومن المفترض الموقف انه ما يكونش في موقف المجلس العسكري اصلا. خلينا نبقى صراحه يعني حتى لو احنا من انصار الدوله المدنيه، احنا كنا برضو ايام ما كان المجلس العسكري بياخد صف القوى الاسلاميه، احنا كنا بنتضايق. المفروض المجلس العسكري يكون على مسافات متساويه من الجميع. ده مجلس جاي فتره انتقاليه وهيسلم الدوله، مصلحه مصر. المفروض ان ما يكونلوش مصالح ولا امتيازات ولا حاجه يقدر ان هو يبني عليها بعد كده لما بعد تسليم السلطه للقوى المدنيه. حتى لو المساله وصلت بينا الى موقف اكثر صداميه داخل المجتمع المصري والامور استفحلت بشكل كبير، المفروض المجلس العسكري يقف متفرج. استفحلت ازاي؟ ما هي الفكره. احنا النهارده عايزين نعمل دستور، الدستور دوت مش هينفع الاخوان المسلمين والسلفيين يعملوه لوحدهم.
خلينا نبقى صراحه بقى. ولو عملوا لوحدهم انا عارف ان احنا في اول الحلقه كان في انتخابات وكان انا بقول لحضرتك اللجنه دي مش هتستمر. طيب بص عشان انا فاضل معايا دقيقتين. انا اطلع اقول فاضل معايا دقيقتين لازم اسال عن الانتخابات الرئاسيه. دكتور ايمن رئيس اللجنه التستيه ورئيس مجلس الشعب، وممكن طبعا الاخوان يرشحوا رئيس الجمهوريه يبقى شيء كويس. طيب دكتور ايمن نور حصل النهارده على عفو، وطبعا هو رئيس حزب غد الثوره، طبعا حزب الثوره غد الثوره هيكون وراه في ظل هذه الاجواء وهذه الازمات. كيف ستكون الانتخابات الرئاسيه؟ انتخابات الرئاسه اللي كنا بنتكلم عنها كلنا ودلوقتي بقت هي تاني حاجه النهارده نتكلم عنها بعد الموضوع بتاع لجنه الدستور. انتخابات الرئاسه لحد دلوقتي مفيش اي مفاجآت. الاسماء اللي كنا متوقعين انها هتنزل نزلت، لكن في زي ما اتكلمنا في الاول عن اللعب بورق، هننزل فلان واحنا كمان هننزل، لا خلاص مش هننزله. بس لحد دلوقتي الاسماء احنا كنا متخيلين ان في اسماء وهميه هتطلع من تحت الترابيزه وفي مرشح كله متفق عليه ولسه ما ظهرش. احنا الايام بتمر والباب هيتقفل، وانا كنت قلت الكلام ده قبل كده، ما اعتقدش ان هيكون في مفاجآت. المفاجآت هتكون في احنا هنتفق على مين، ومن هنا ظهرت طبعا كلمه الرئيس التوافقي. لحد النهارده كل طرف متمسك بالكروت اللي هو بيلعب بيها. اعتقد ان فرص مرشح زي السيد حازم صلاح ابو اسماعيل بقت قويه جدا في ان هو يتلقى دعم طبعا من القوى السلفيه في مصر. موقفه من ترشيحه في حال نزول مهندس خيرت الشاطر هو اللي عليه علامه استفهام. في اقاويل كتير بتقول ان ممكن السيد حازم ابو اسماعيل ينسحب في حال نزول خيرت الشاطر. هو في حال نزول السيد عمر سليمان؟ في حال نزول السيد عمر سليمان اعتقد ان في مرشحين ممكن ينسحبوا لتأييد عمر سليمان. احنا ممكن نبص نلاقي ان في مجموعات هتتجمع مع بعض وتعمل تيكت واحده زي ما بنشوف في امريكا في اي دوله، ان بيكون في مرشحين اقوياء، تعالى نعمل تيكت مع بعض، انا رئيس وانت نائب، او انا رئيس واحنا وانتوا الاربعه نواب، وبتبقى التيكت اللي انا بعرضها. انا متخيل ان احنا في الاخر هنصفصف على 3 تيكتس. ايوه بسرعه بقى. التيكت الاسلاميه، ايوه، التيكت المباركيه، ايوه، والتيكت الثوريه. انت كده ما كلمتنيش على الناس، بس مش هلحق اتكلم عنهم، نتكلم عنهم في حلقه ثانيه كلها تكتلات بالنسبه لي انا ما عنديش تيكت ثوريه. هناخد تيكت الحلقه الجايه بقى. ما عنديش تيكت ثوريه بالمناسبه. انا في انتخابات الرئاسه ما عنديش تيكت ثوريه وانا مصر على كده. مين هي التيكت الثوريه؟ في ختام الحلقه مشاهدينا بشكر استاذ الكاتب الصحفي الكبير استاذ نبيل عمر واستاذ شادي طه وكيل مؤسسي حزب غد الثوره. شكرا لحضراتكم. بشكركم اعزائي المشاهدين، ولا استطيع ان اعدكم ان احنا مش هنتكلم عن ازمات جديده الاسبوع القادم، ولكن فلنامل ان يكون الحلقه الجايه فيها احد الموضوعات الجديده اللي يمكن اطرحها ويكون فيها رؤيه مستقبليه مشرقه لمصر، بعيدا عن تيكتس وبعيدا عن عمليات توافقيه وبعيدا عن اي شيء لا يضع مصلحه مصر اولا. حتى نلقاكم الاسبوع القادم. تحيات رانيا رياض ومنى خليل.